أهلا وسهلا، مرحبا بالغاليات والجميلات والأنيقات على القناة. إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة وتكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالجميع. كيف كتشوفوا معايا فيديو جديد وجديد ملابس المحجبات وغير المحجبات، تنسيقات لفصل الصيف والربيع راقية جدا وأنيقة. إلا كنتي مهتمة بموضوع الموضة والأناقة والجمال فما عليك إلا أنك تنضمي للقناة باش تعرفي على جديد الموضة بالاشتراك، وكذلك أنك تضغطي على زر الإعجاب بالفيديو وتفعلي الجرس باش يوصلكم جديد الإشعارات الفيديوهات اللي كنقدم كل يوم. وشكرا لكم. تنسيقات غاية في الروعة وغاية في الأناقة لجميع السيدات وجميع الأعمار وجميع الأذواق. كما كتشوفوا معايا بحال الكومبينيزون اللي كيجيب الألوان مع هاد لافيست اللي كتجي مفتوحة من جهة الكميم. كذلك هاد لافيست هنايا بالأصفر، كيفاش تقدروا تلبسوها مع التنورة ومع لي بونطالون. كذلك هنايا هاد الجاكيت ديال الجين كيفاش تقدروا تنسقوها مع القطع. بالنسبة هنايا هاد الشكل هذا ديال هاد الفستان اللي كيجيب اللون الأصفر الأنيق مع الأبيض اللي كيجي في الكميم، وكيجي بحال شكل طيات في الكميم وبحال شكل طيات في الجناب ديال الفستان. كيف كتشوفوا معايا هنايا اخترت معايا هاد الحقيبة اليد اللي كتجي بالعقيق. كذلك هنايا هاد الصندال اللي كتجي بهذا الشكل هذا بالدوغي كما كتشوفوا، كتجي انيقه هاد البسه هادي مع لفات الحجاب بالابيض. دائما تنسيقه موفقه وراقيه جدا بالنسبه لهذا الفستان للمناسبات دائما. كذلك هنايا بالنسبه للشوميز اللي كتجي بالقرونه مع هذا الشكل ديال التنوره. كذلك هنايا هذا الشكل هذا ديال هاد التنوره اللي كتجي مع هذا الشكل ديال الشوميز اللي كيتربطوا من على شكل في، كيجيو على شكل في كيتربطوا من الظهر. كذلك هنا اختارت معاهم هاد لافيست اللي كتجي بالجين كتجي قصيره. هنايا هاد الشكل هذا ديال هاد الكومبينيزون اللي كيجي فيه هاد السميطه هادي بالارجونتي، يعني كيجي انيق جدا. وكذلك الكول ديالو اللي كيجي بهاد الشكل هذا. بالنسبه لهاد النوعيه ديال هاد ديال الكومبينيزون يعني دارجين على الموضه هاد السنه. كذلك هنايا هاد الشكل ديال الفستان اللي كيجي باللون الوردي. هنا اختارت معاه هاد الحقيبه اللي كتجي بالعقيق اللي انيقه وكتجي راقيه. كذلك هاد الشكل هذا ديال التنسيقه اللي فيها الشوميز اللي كيجيو طايح بحال هكا من الكتاف مع هاد التنوره اللي كتجي فيها الطيات. كذلك هاد الشكل ديال الفستان اللي كيجي فيه المارون، كيجي فيه هاد الفستان بالابيض مع هاد الكاب هذا اللي كيجي فيه المارون مع الابيض دائما. بالنسبه لهاد الفستان هذا يعني كيكون دو بياس، تقدروا تسدوا اولا تخليوه مفتوح، فكيجي انيق مع هذا الحقيبه اليد اللي اختارتها في الاخضر، يعني تنسيق الالوان دائما. بالنسبه هنا للشوميز اللي كتجي في البرتقالي مع نوعيه ديال البونطالون اللي انيق جدا وعجبني انا شخصيا هاد التنسيقه اللي بالاورانج والابيض. الشكل ديال الانسومبل هنايا اللي كيجي بالنسبه للبنات اللي كيختاروا الحجاب الشرعي فهذه مناسبه. كذلك حتى البنات اللي كيديروا حجاب يعني عادي فمناسبه لهم، فكتجي مستوره. وللخارجات دائما فكتجي مستوره ومريحه حتى في اللبسه ديالها وصيفيه اكثر مع هذا اللون اللي فيه. هنايا هاد الشكل ديال الفستان اللي كيجي فيه هاد الوريدات بالبلو سيال دائما والابيض مع هاد الشكل هذا ديال التنوره مع البودي. كذلك اختارت معها هاد الشكل ديال هاد الجاكيت اللي كتجي طويله كذلك صيفيه وربيعيه. بالنسبه هنايا دائما الكري. بالنسبه لهذا الفستان هذا اللي للمناسبات دائما مع هاد لا سانتور اللي كتجي في الاسود. هنايا كيجيو ثلاثه اللوينات للمناسبات دائما. بالنسبه هنايا الشكل ديال الكومبينيزون يعني كيجي فيه هاد الوريدات هادو بالاخضر مع هاد النوعيه ديال لافيست. كيف كتشوفوا معايا كذلك هاد الشكل هنايا ديال هاد الشوميز اللي كتجي بالالوان. هنا كيجيو فيه منبته بالعقيق من الجناب ديال اليدين. وكذلك بالنسبه لهاد الجيب هذا حتى هو منبت بالعقيق كيف كتشوفوا، كيجي فيه على شكل في في الجيب. كتجي طويله ومريحه هاد الشوميز هادي بالالوان. هنايا هاد الفستان هذا دائما كنشوفوا ان الفساتين هاد السنه هادي التصاميم ديالهم اللي انيق جدا وراقي جدا. فهاد الشكل هذا هنايا اختارته بالقرونه كما كتشوفوا معايا. والقماش دائما الستان والكمايم كيجيو واسعين من الجناب.
وكتجي مريح دائمًا. راه فيه الحزام البنات، يعني هنايا اختارت أنها ما ديرش الحزام فيه. كذلك هنا هاد الشكل هذا ديال الفستان اللي كنا شفناه من قبل باللون، هنايا بالأسود وبهاد اللون الأخضر الفيروزي مع هاد الشكل الأبيض كما كتشوفوا معايا، مع الأسود دائمًا في حقيبة اليد، ودائمًا كتشوفوا الاختيارات الألوان موفقة. البنات وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنسونيش باللايكات ديالكم باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من البنات ويستافدوا من جديد الموضه. هنايا هذا الشكل هذا ديال هذه النوعيه ديال التنوره ولي شوميز. كذلك هنايا اختارت هذه التنسيقه هذه اللي جات فيها هاد الشوميز مع هاد البنطلون بالاسود دائما للخرجات السريعه. البنات هاد الشكل ديال الفستان كنا شفناه من قبل يعني بالقرونه بالحزام، هنايا لابسه مع الحزام وكيجي بالمارون كما كتشوفوا معايا، مع هاد الفستان الانيق والتصميم ديالو اللي راقي وكيجي بحال هاد الشكل هذا على شكل في من التحت ديال الفستان كيف كتشوفوا معايا. كذلك هنايا هاد التنسيقة هذه اللي اختارت فيها هاد الشوميز اللي كتجي فيها هاد لا سانتور دائما البيج كما كتشوفوا معايا مع الابيض، بيج درجات بالنسبة للصندال، بالنسبة لحقيبة اليد وكذلك لفة الحجاب والبنطلون في الأبيض اونسومبل اللي انيق جدا. كذلك التنسيق هذه في هاد الشوميز اللي كتجي قصيره مقبوطه من اليدين مع هاد الشكل هذا ديال التنوره باللون تيركوا. ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا الفيديو حتى الاخر وتكونوا استفدتوا من الموضه والاناقه من هذا الفيديو هذا. ما تنسونيش باللايكات ديالكم. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.